اخويا امبارح اشترى ايفون لخطيبته وجه من شويه ياخد رايي بما اني اخته حبيبته، وقال لي انه جايب الايفون ده عشان عايز يعمل لها مفاجاه لانه ما عملهاش مفاجآت قبل كده. انا بقى دخلت كلمت خطيبته من وراه وقلت لها على فكره محمد اخويا جايب لك هديه، بس انا كبنت حاسه كده انه عايز يختبرك ويشوف اذا كنت هتقبلي الهديه الغاليه اللي هو جايبها لك ولا هتطلعي بنت اصوله شبعانه وترفضيها. وراح الباشا تاني يوم يقابلها بالهديه، بس لقيته راجع زعلان قوي وماسك في ايده الهديه وبيقول انها رفضت تاخدها، وكمان اتخانقت معاه عشان قال ايه فاكراه عايز يكسر عينها. وحاولت اصالحهم على بعض لكن مفيش فايده. المهم دلوقتي عايزه خلفيات حلوه للايفون بالله عليكم. تاني موقف، وطبعا مش هتقدر تشوف اسم سيدنا محمد وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. من شوية كده سمعنا صوت صريخ في العمارة اللي ساكنين فيها، وصوت واحدة عمالة تصرخ وتقول اوعى ابعد عني. طلعت بسرعة أبص من البلكونة لقيت الناس واقفين في الشارع وبيقولوا شكل الصوت جاي من شقة العرسان الجداد. فواحدة ست قالت لا يكون بيعمل فيها حاجة يا جماعة، وفعلا الناس طلعت على الشقة يخبطوا ويرزعوا على الباب. فجأة الباب اتفتح ولقينا البيه طالع ولابس لبس ميكي ماوس ومراته واقفة وراه ولابسة سبونج بوب وكانوا بيلعبوا مع بعض. وطبعا ما استغربناش لأن الاتنين مواليد 2004.